فينكم يا جماعة بقى لكم فترة مختفيين عني كده وعن الصفحة وعلى الفيديوهات، ده أنا النهارده هاعمل لكم شوية فولية عشان المولد النبوي الشريف، هاعمل بقى أحلى فولية. بصوا يا جماعة، من غير عسل كلوكوز ومن غير اختراعات، كل المكونات عندك في البيت. معاكم الشيف أبانوب، يلا قولوا لي سلم إيديك يا أبانوب وشجعوني عشان قربنا نوصل المليون. أول حاجة كده باجيب سوداني، باجيبه كده يا جماعة. لو أنتوا عايزين تجيبوا سوداني هاتوه مش المملح، وقشروه وحطوه كده في طاسة وسيبوه بقى إيه، سيبوه شوية كده عشان يسخن كويس أوي. أو هتجيبوا بقى سوداني من عند أي عطار برضو لازم يتسخن، وامشوا الخطوات زي ما هعمل بالظبط. هنسخن السوداني، عقبال ما اسخنه هجيب صينيه احط فيها شويه زيت، واحط بقى كيس بلاستيك عادي واحط برضو فيه شويه زيت. السوداني بتاعنا سخن كويس يا جماعه، لازم يسخن كويس جدا جدا، مش يتحمص، لازم يسخن. في نفس الطاسه بقى هحط كوبايه ونص من السكر، طبعا السكر ده عندك في البيت، وكمان نص كوبايه من الميه. واول كده ما يبداوا يغلوا هبدا كده عندي معلقه كبيره من العسل الابيض. لو عندك عسل كلوكوز حطي، لو عندك كده شربات الكنافه حطي برضو شويه تقال. بعد كده هدي بقى تقليبه للعسل بتاعنا، انا عايزه بقى يا جماعه يتقل كويس، وخلي بالكو ما يتحرقش، لو اتحرق هيبقى ممرر معاكي، خلي بالك. تمام، بصوا يوصل للنقطه دي، وبعد كده بعمل له اختبار، باخد كده النقطتين وعندي بوله فيها ميه ساقعه، باحط بقى فيها النقطتين دول. وبص اول كده ما احس ان هو بيتكسر يبقى تمام استوى، هبدا كده احط له رشه بسيطه من الفانيليا، ولو عندك بيكربونات وبحط كده نص معلقه، ولو ما عندكيش ممكن تستغني عن النقطه دي، وممكن ما تحطيش كمان ليمون، وممكن تحطي رشه بسيطه من البيكنج باودر. تمام، بعد كده بقى باخد كل السوداني اللي انا عملته، طبعا السوداني لسه سخن ولازم السوداني يكون سخن، والكراميل بتاعنا سخن. هسالكوا سؤال اشوفكم مركزين معايا ولا لا. انا على كوبايه ونص من السكر حطيت قد ايه ميه؟ لو مركزين يلا اكتبوا لي في الكومنتات. هبدًا بقى اقلب على النار لمدة كده دقيقة، انا عايز في الدقيقة دي كل الكراميل يدخل جوه ايه، جوه السوداني. وطبعًا عندي بقى الصينية انا دهنها زيت وحطيت فيها ورقة اللي هي ورق اللي هو البلاستيك ده، وحطيت بقى معلقة من الزيت كمان دهنتها، ونزلت الفولية بتاعتنا. عايز اقول لكم ان انا ممكن ابدل بقى البلاستيك ده بورق زبدة عادي خالص. بعد كده لازم بقى افردها كويس جدا جدا، والاسباتيولا بتاعتي دي برضو بدهنها زيت. بعد كده يا جماعة هبدأ بقى افرد فيها كويس جدا، وهي سخنة كده لازم كده اقطعها بالسكينة. طبعا الحتة دي بس ايه، قلت اشيلها كده علشان تعمل شكل ايه، المربع اللي احنا بنشتريها من بره، زي ما انتم شايفين. بصوا يا جماعة، حلاوة وجمال مفيش زي كده. بعد كده بقى بعد ما اقطعها مربعات زي ما انتم شايفين كده، بابدأ بقى إيه، أسيبها مثلًا إيه ربع ساعة، نُص ساعة، عشان الكراميل إيه، ينشف فيها. يا جماعة جربوها وعلى ضمانتي. يالّا بقى قولوا لي سلِّم إيديك يا أبانوب، ده أنا مدلّعكم. بصوا الفولية، عايز أقول لكم إن السمسمية بنفس الطريقة، الجوزية كل حاجة بنفس الطريقة. ده نُص كيلو من الفول السوداني، عليه كوباية ونُص من السكر، ونُص كوباية مَيّة. بصوا يا جماعة الحلاوة والجمال، عملت كده الفولية بأسهل طريقة. لو الفيديو عجبكم اعملوا له شير لكل حبايبكم، وكل سنة وأنتم طيبين ومولد نبوي سعيد يا رب علينا كمصريين ووطن عربي والعالم كله. كان معاكم أبانوب، باحبكم أوي، واعملوا شير للفولية.